زوجان لكن زوجان لكن زوجان لكن زوجان لكن زوجان لكن ايه في حاجات لازم تعرفها قبل ما نخش للناس دي الجو. قال لها فارس يا اخي الست يا اخي قال لها حيمين عمر ده كله هسه كنت شغل جينا نشتغل انت مالك معانا ناس ولا قال لها مش معانا عديل يا فارس يا اخي قال لها يا اخي دي حاجات مهمة لازم تعرفها. الاتنين الجوا ديل هم بنات خالتي، انا وهم الشحم النار، لا بريدوني لا بريدهم، بيكرهوني وانا بكرههم. قالوا لي اتصل علي قبل يومين قالوا لي تيجي تشتغل معنا لازم. يا اخي طيب يا فارس كنت بتكرههم وهم بيكرهوك جايب من نضيع زماننا ليه يا فارس يا اخي؟ اسمع باقي القصة. قالوا انه ابوهم قبل ما يتوفى وصى قال انه الشركة دي ما يتفتح الا انا اكون موجود فيها، عرفتها؟ فدايرني احافظ عليهم وكده يعني اصونهم وكده. لا فارس تحافظ فين انت تقدر تقول حافظ عليك يا فارس يا الله يا اخي تحافظ عليهم من شنو ولا شنو في شنو؟ انت ما عارف، قلت لك الاتنين الجوا ديل عندهم عقدة نفسية اسمها أولاد سامحين وصغار. يعني شفت كل ما يفتحوا باب بتاع تقديمات وبتاع هناك يجوا الأولاد يشفشفوه الليل. يعني شغلة صعبة جدا يعني. يا فارس يا بنات دي معاها مرتبات جديد جدا. اوكي طيب من القصه دي كلها هسه انا المطلوب مني شنو؟ كقوبه كده يعني. أيوة، أول حاجة هم إن شاء الله يقبلوك. تاني حاجة ما تجيب سيرة بيت. ناس زي اللي عندهم عقدة نفسية اسمها بيت، نهائي ما تجيب سيرة بيت نهائيا. تعرف الشركة دي مما قامت ما حصل مرة اشتغلت فيها بيت نهائيا. أولاد بس في أولاد سامحين. يعني يا فارس انت من كلامك ده انا فاهم انه يعني انا نزل سمح يعني ولا كيف؟ أنت ما سامح، سماحة بيجيها وأنت بيجيها، أنت جايبين ذاتهم كيفها بيك الحين. أنا جايبك عشان أرسلك، داير أديك المراسيل والحاجات دي، هم جنهم مراسيل وأنا ما بقدر على الحاجة دي. عارف يا فارس انا عرفت بشريه كتير جدا في حياتي لكن انت زول عافن عافن شديد. شكرا نقول ما شاء الله. يلا أسدين إحنا حنخش. أوعك تجيب سيرة بيت، فاهم الكلام ده؟ ما تقد الشغل على ده. عدينا سيرة بيت لا. عليك النبي. سيفني؟ الياس، عملت شنو في السوشيال ميديا بخصوص تقديم الوظائف؟ والله رفعت البوست في السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الله لقى قبول كبير جدا 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 لكن للاسف الشديد كلهم بنات وانتم محذرين من البنات يعني. اي ما دايرين بنات، كفايه علينا انتوا. يا اخو ربتين لقينا الكلام ده انتوا يا اخوان لكن ما عاجبك اطلع برا، مفصول. لا خلاص. وانت لو ما وخالنا ده ذاته زمان طرداك مقطع ده. اللي ذاته تستاهل. أنا ما قلت لك ما بيقبلوك بوشك ده. اها، وانت يا فارس؟ أنا والله جواني كلهم رجال، كلام جميل شديد. بس مشكلتهم شينين عشان كده رفضتهم طوالي وأنا عارف ذوقهم. الله يهديكم ويصبرنا عليكم. غايته انت يا فارس، ما اي زول بخش السوشيال ميديا، تمام؟ بعدين السمك الكبار جوا البحر ما في الجيفه، انت فاهمني يا فارس؟ سمك لكن طولت ولا هامور؟ خلاص، قلت لكم اعلان برا في الشارع وقالوا الصدفه احلى من الميعاد. طيب نحن هسه جعانين، شوف لنا حاجة ناكلها ولا أي حاجة. يا اخي عليك الله، ده وكيدكم انتوا الاثنين. يا اخي امشي عليكم الله، اشوف لكم شغله اقضوها، الاكل هين. انتوا كان ما اكلتونا لكن الناس بيجوكم كيف؟ أحمد طبعا أخذ علقة سخنة جدا جدا جدا. طبعا حتستغربوا إنه كيف ما ردق راجل، لكن الشيل انتو ما عارفين إنه السيدة سارة بين قوسين السرة
كانت بطلة في الكاراتيه زمان، والظاهر إنه هي لسه محتفظة بالقدرات دي لليوم الأسود، واليوم الأسود جاء. المهم بعد ذاك يصالحوا، وأحمد قرر إنه يمشي يفتش شغل، وبالصدفة لقى في السوشيال ميديا إعلان إنه في شركة دايرة ناس، فكلم سارة إنه حيمشي يقدم وإن شاء الله يقبلوا. تعالوا نشوف سوا هل حيحصل شنو حيقدم في هذه الشركة. يا فارس، يعني انت خالاتك دي ما يجيبوا لنا بيت في الشركه دي نهائي ولا فهمهم شنو يعني؟ كفايه جابوا انا بقول لنا بس الأكل ده. قاعدين كده، بس انا وانت بس وش لوش كده بس. يا اخي معقول يا اخي؟ كفايه جابوا الاكل ده. يا اخي معقول يا اخي؟ السلام عليكم. وعليكم الحب يا اخي. لكن زوجان، لكن زوجان، لكن زوجان.